في وقت من الأوقات في عصر من العصور في مدينة أرندل، آنا وإلسا 2 اخوات قاعدين بيلعبوا في التلج في أمان الله لعبة الغابة المسحورة. دخل عليهم باباهم وهم بيلعبوا فسألهم بتلعبوا ايه؟ قالوا له الغابة المسحورة. قال لهم طب هتعملوا ايه لو عرفتوا اني دخلت الغابة المسحورة زمان؟ آنا وإلسا طلبوا من باباهم انه يحكي لهم حكاية الغابة المسحورة. باباهم ابتدى يحكي لهم الحكاية انه هو صغير كان في غابة مسحورة قريبة من مملكتهم أرندل. الغابة دي كانت محور تساؤل لكل الناس في المملكة، لأن أهلها ما كانش عندهم قدرات سحرية، إنما كانوا بيستفيدوا من قدرات الغابة السحرية اللي هي قايمة أصلا عليها المية والهواء والأرض والنار. ومع الوقت قرر الملك انه يبني سد منيع يوفر لاهل الغابه الميه ويكسب صداقه اهل الغابه، ومنها يقدر يدخل الغابه ويتعرف عليها اكتر. الملك في الوقت ده كان هو جد آنا وإلسا، يعني والد باباهم. وبعد ما بنى السد قرر يعمل زياره لاهل الغابه ومعاه جنوده وابنه. الزياره كانت ممتعه في البدايه، واهل الغابه كانوا في غايه الكرم مع الملك وضيوفه، ولكن في لحظه قامت حرب بين اهل الغابه وجنود مدينه أرندل. الحرب دي راح ضحيتها جنود كتير من الشعبين وملك مدينة أرندل. والد آنا وإلسا وهو بيحكي لهم بيقول لهم أنا معرفش مين اللي أنقذني ساعتها، أنا فتحت عيني لقيت نفسي في مدينة أرندل وبستلم الحكم مكان أبويا، ومن ساعتها الغابة المسحورة حوطت نفسها بغبار كثيف، وأهل الغابة اتحبسوا جوه الغابة وما بقاش حد يعرف يخرج منها أو يدخل ليها تاني. ده كله كان في الماضي، إنما في الوقت الحالي إلسا بقت ملكة مملكة أرندل، وأنا وكريستوف وأولاف وسبين عايشين مع إلسا في نفس القصر، عايشين حياة هادية وجميلة. بس إلسا ابتدت تسمع صوت غريب وبيكرر معاها كتير، كأنه صوت بينادي عليها، ومحدش بيسمع الصوت ده إلا هي بس. وفي وقت ما هم قاعدين بيلعبوا كلهم لعبة الأفلام، إلسا سمعت نفس الصوت من تاني فسابتهم ودخلت جري على أوضتها. أنا فكرت إنهم زعلوها أو إن إلسا زعلت لأنها ما عرفتش تلعب معاهم، فراحت ورا إلسا على أوضتها علشان تعرف إيه اللي حصل لها. فجأة فلقيتها لابسة شال مامتها. في الوقت ده أنا عرفت إن في مشكلة حقيقية مع إلسا، إنما إلسا خبت عليها الصوت اللي بتسمعه وقالت لها إنها خايفة بس من المستقبل وخايفة من قوتها السحرية اللي اتكلمنا عليها في الجزء الأول. فأنا ردت عليها وقالت لها نفسي تشوفي نفسك بعيني يا إلسا. فإلسا ردت عليها وقالت لها معرفش هعمل ايه من غيرك. وحضنوا بعض وناموا. وفي نص الليل الصوت اللي إلسا بتسمعه دايما صحاها من النوم، فإلسا قررت تمشي ورا مصدر الصوت، ففضلت تمشي وراه لحد ما حاجة غريبة حصلت. إلسا لقت أرواح الغابة ال4 قدامها، المية والأرض والهواء والنار. فأنا وكريستوف ابتدوا يخرجوا الناس من بيوتها ويودوهم على حافة المملكة علشان يحموهم من الزلزال والعاصفة اللي قامت في المملكة مرة واحدة. ساعتها إلسا عرفت إنها صحت أرواح الغابة المسحورة، وإن المملكة تعرضت لروح الأرض والهواء، يبقى كده فاضل النار والمية، وما عرفتش تعمل ايه. فقررت تقول لاختها على الحقيقة كلها يمكن تعرف تساعدها، وقالت لآنا انها صحت ارواح الغابة المسحورة. ما كنتش متوقعة اسمع اللي بتقوليه ده. فكريستوف اقترح انهم يستعينوا بخبراء الحب علشان يشوفوا المستقبل ويعرفوا سبب اللي حصل في المملكة، لكن جدو بابا زعيم القبيلة معرفش يشوف المستقبل، واقترح ان إلسا تروح بنفسها للغابة المسحورة وتعرف السبب من هناك وسر الصوت اللي بينادي عليها. وفعلا إلسا قررت انها تعمل الصح وتروح الغابة المسحورة. وطبعا انا ما رضيتش ان اختها تروح لوحدها الغابة، وكريستوف كمان اصر انه يروح معاهم هو وأولاف. وهم في طريقهم للغابة المسحورة كريستوف كان بيحاول يعرض الزواج على آنا، بس دايما آنا كانت بتفهم الموضوع غلط وعرض الزواج بيبوظ. ولما وصلوا للغابة المسحورة لقوا نفس كلام باباهم اللي حكاها لهم زمان وهم صغيرين، ضباب كثيف مغطي الغابة كلها. ولما كريستوف وأولاف حاولوا يقربوا من الضباب رماهم بعيد بره الغابة، انما إلسا وآنا مسكوا ايد بعض وقرروا يجربوا بنفسهم. واول لما لمسوا الضباب كله اختفى، وظهرت أرواح الغابة اللي بتجمعها ال4 أرواح.
ابتدوا يتمشوا في الغابة ويشوفوا جمالها من جوه، وشافوا كمان السد اللي جدهم بناه لشعب الغابة كهدية سلام. بس أولف بعد عنهم وكلهم يلقوا عليه، ومرة واحدة ظهر وهو جوه إعصار من الهواء، والإعصار جه ناحيتهم وكلهم بقوا جواه وحاولوا يخرجوا منه. كلهم عرفوا يخرجوا منه إلا إلسا فضلت جوه وقدرت تشوف لمحات من ذكريات الغابة واللي حصل زمان، بس ما كانتش واضحة كفاية علشان تجمع حقيقة اللي حصل زمان. ولما الإعصار اشتد إلسا حاولت بكل قوتها السحرية إنها تقاوم وتقضي على الإعصار، وفعلا قدرت تقضي عليه، والذكريات اللي شافتها جوه الإعصار اتحولت لتماثيل من التلج. كان في تماثيل من الأحصنة وتماثيل شبه سبرين وتمثال لباباهم وهو صغير، وكان في بنت ماسكاه بس أنا وإلسا ما عرفوش هي مين. ومرة واحدة سمعوا حاجة غريبة بتحرك الشجر من حواليهم، فكلهم اتخضوا. وأنا مسكت سيف من التلج كان موجود مع التماثيل، وفجأة لقوا ناس من على شمالهم وناس من على يمينهم، والاتنين زي ما يكونوا محاربين. وبعد ما ركزوا في الاتنين عرفوا انهم ناس من أرندل وناس تانية من شعب الغابة المسحورة. وبعد ما اتكلموا عرفوا ان إلسا تبقى ملكة أرندل، وانها جاية الغابة المسحورة علشان تعرف سر الصوت وتفك لعنة الغابة. انما أنا قدرت تتعرف على حارس باباها الشخصي من صوره في القصر اللي اتحبس في الغابة من ساعة ما الحرب قامت بين الشعبين. زعيمة شعب الغابة المسحورة رفضت انها تساعد إلسا وانها ما بتثقش غير في الغابة وقدراتها. وفجأة وهم واقفين بيتكلموا نار مسكت في كل الشجر اللي حواليهم وحاولوا يطفوها بكل الطرق، لكن ما عرفوش. انما إلسا لاحظت سبب النار وفضلت تجري وراه في وسط النار، وانا فضلت تجري وراها في وسط النار علشان تحمي اختها. بس كريستوف قدر ينقذ انا من وسط النار. وبعد ما إلسا فضلت تجري قدرت توصل لمصدر النار، وطلع كائن صغير شكله كيوت هو روح النار في الغابة، وعمل كل النار دي من خوفه. إلسا مسكته وقدرت تطمنه، وهي ماسكاه سمعت نفس الصوت اللي بتسمعه. والمفاجأة ان الكائن المسؤول عن روح النار هو كمان طلع بيسمع نفس الصوت، وكان هيوجهها للشمال عند مصدر الصوت. بس قبل ما تمشي انا جريت عليها وحضنتها وقالت لها انت كويسة؟ فإلسا حاولت تطمنها ولبستها شال مامتهم علشان تطمن. فشعب الغابة استغرب لان النقوش اللي على الشال ده لا يمكن تخرج من بره مولفولدرا. ساعتها أنا وإلسا جريوا على تمثال باباهم اللي من التلج، وعرفوا إن اللي جنبه هي مامتهم من أهل مونفولدرا، وهي اللي أنقذت باباهم ساعة الحرب زمان. شعب الغابة أخيرا اطمن لهم واستضافهم، بس إلسا ما كانتش عايزة تضيع وقت وعايزة تروح على مصدر الصوت علشان تعرف الحقيقة وتنقذ أرندل وتشيل لعنة الغابة المسحورة. بس الزعيمة قالت لها استني شوية، لأن في الوقت ده عمالقة الأرض بتمشي في الغابة وممكن يشكلوا خطر عليهم. كريستوف ساعتها تعرف على شاب من شعب الغابة وصرحه انه بيحب انا، وكل مرة بيفشل في عرض الجواز ليها، فقال له سيب لي نفسك خالص وانا هظبطها لك. وبعد ما ظبطوا الدنيا وانا داخلة عليهم كريستوف ابتدى يغني ويقول لها تقبلي تتجوزيني، بس للاسف ما طلعتش انا، طلعت زعيمة شعب الغابة. ولما كريستوف سألها انا فين قالت له ان انا وإلسا وأولف اتحركوا من بدري للشمال ورا مصدر الصوت. انا وإلسا وصلوا لسفينة متحطمة، ولما شافوا العلم اللي فوقها عرفوا انها سفينة باباهم ومامتهم اللي غرقت في المحيط، واستغربوا ايه اللي جابها هنا. ولما دخلوا السفينة علشان يدوروا على اي علامة توصلهم للي حصل افتكروا انهم كانوا بيشيلوا خريطة احتياطية لمسار السفينة. ولما فتحوا الخريطة عرفوا ان وجهتهم كانت اوتوهولن اللي بيعرفوا من خلالها الحقائق المخفية، وعلشان يروحوا اوتوهولن كان لازم يمروا على بحر الظلمات واللي صعب اي حد يعديه من غير ما يتأذي او يموت. فأولف قال لهم ان المية ليها ذاكرة. إلسا فكرت انها تجرب كلام أولف وحطت ايدها على السفينة وعرفت حقيقة سفر باباها ومامتها من ذاكرة المية، وساعتها انهارت لانها عرفت ان سبب سفرهم انهم كانوا عايزين يعرفوا سبب قدرة إلسا السحرية وازاي انها تعرف تتحكم في قدرتها السحرية. وقالت لأنا انها السبب الرئيسي في موتهم، بس أنا قالت لها انت هدية. وده لان الغابة حبت تكافئ الام بوجود قوة سحرية في بنتها، وده لانها انقذت عدو من اعدائها ساعة الحرب. وبعد ما إلسا هديت خافت على انا وأولف انهم يروحوا معاها اوتوهولن، وعملت مركب من التلج ومهدت لهم طريق علشان يبعدوا عنها وتكمل رحلتها للشمال لوحدها. إلسا كملت لوحدها ووصلت لبحر الظلمات، وبعد محاولات كتير قوي انها تعديه كان بيمنعها حصان مصنوع من التلج. قدرت تسيطر على الحصان ووصلها بسلام لأوتوهولن،
وهناك عرفت الحقيقة كلها من الذكريات، وإن جدها مش زي ما كانوا شايفينه، وإنه بنى السد وخدع بيه أهل الغابة على إنه هدية سلام، إنما اللي كان في نيته إنه يدخل الغابة ويسيطر على أهلها ويتولى حكمها، لأنه شايف إن السحر بيشكل خطر على مملكته وشعب مملكته. وفعلا قدر يدخل الغابة ويعرف حجم قدراتها، وبعد ما شعب الغابة ادوله الأمان رفع سيفه وحاول يقضي على زعيم شعب الغابة، ومن هنا قامت الحرب. بس إلسا كل ما كانت بتقرب للحقيقة كل ما كان جسمها بيتلج أكتر، وبتتحول لذكرى من الذكريات اللي حواليها، وقبل ما تتحول لذكرى من التلج بعتت شعاع من ذكرى جدها لآنا اللي هتقدر آنا تفهم منه حقيقة اللي حصل زمان. وساعتها آنا عرفت الحقيقة، وعرفت إن جدها هو الشرير في القصة، وإنها لازم تاخد القرار الصح علشان تعرف تنقذ مملكتها والغابة من الخطر. أنا وأولف في الوقت ده كانوا موجودين في كهف من الكهوف، فأولف دل آنا على مخرج من الكهف اللي هم فيه، وهم في طريقهم للخروج ابتدى أولف يتحلل وقال لآنا أنا حاسس إن إلسا مش بخير، وأنا مصنوع من إلسا، يبقى هي كمان في خطر. كملي يا آنا الرحلة لوحدك، أنا مش هقدر أكون معاكي. آنا فضلت تبكي على أولف، وللأسف خسرت أولف للأبد، بس ما كانش فيه وقت للحزن. وساعتها قامت وجريت صحت عمالقة الأرض علشان يساعدوها في هد السد، علشان غضب الغابة يهدى شوية ولعنة الغابة تتشال. وفعلا عمالقة الأرض هدوا السد، بس المية اللي كانت ورا السد ملهاش مكان تروحه إلا على مدينة أرندل وهتغرقها. بس فجأة إلسا ظهرت هي والحصان اللي مصنوع من التلج وتلجت المية اللي كانت هتغرق أرندل وأنقذتها من الغرق، وراحت على آنا اللي اتفاجئت بيها وكانت فاكرة إنها خسرتها للأبد. وبعد ما شبعوا من بعض إلسا عرفت ترجع أولف من تاني لما افتكرت كلمة أولف إن المية ليها ذاكرة، ورجع أولف بكل الذكريات اللي عنده ليهم. إنما كريستوف كل اللي كان بيفكر فيه إنه يتقدم لآنا ويقول لها قد إيه هي جميلة وإنه حابب يشاركها حياتها اللي جاية. آنا اتفاجئت ووافقت على طلبه على طول. وهنا إلسا قالت لآنا إنها هي الروح الخامسة، والصوت كان بينبهها لكده، وقالت لها إن مكانها في الغابة مع أرواح الغابة الأربعة، وإنها مش شايفة غير آنا إنها تكون ملكة أرندل الجديدة اللي أنقذتها من الدمار. وفعلا آنا مسكت حكم أرندل، إنما إلسا كانت مع شعبها في الغابة. هما الاتنين ما كانوش بعاد عن بعض، كانوا دايما بيراسلوا بعض بالجوابات وبيزوروا بعض دايما. وعاش الشعبين، شعب مولفولترا وشعب أرندل، في هدوء وسلام من غير أي خطر حواليهم. ومع نهاية الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تشوف كل جديد عندنا.